تحياتي اخواتي، الله يسعد اوقاتكم. معكم المهندس فراس من المانيا ومن الاستاذ قادر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم فيرب كمان من اهم الافعال باللغه الالمانيه اللي هو فعل الملك. فعل الملك يملك، انا عندي كذا، هو عنده هيك، انا عندي كذا، انا عرفت اخواتي. فاليوم ان شاء الله الفيرب هو اسمه فيرب هابن. فيرب هابن فعل الملك. انت شو مقابل؟ Guten Tag, wir machen heute mit euch das Verb haben. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. أنا لدي سيارة. أنا لدي سيارة. أوتو سيارة أخواتي. أوتو تعني سيارة. سيارة نحن بنقولها بالشارع. Ich habe ein Auto. مع الإيش بيجي الفعل habe. بيجي بصير يعني تصريف الفعل haben هو habe. Ich habe ein Auto. Du hast ein Auto. Du hast ein Auto. أنت تمتلك سيارة أو أنت لديك سيارة. Sie, es hat ein Auto. Sie, es hat ein Auto. هو طبعا هذول اخواتي نحن ليش نحطهم مع بعض؟ مشان دائما نحطهم مع بعض لانه دائما تصريف الفعل بيجي نفسه. مشان تنتبهوا اخواتي هذول كل ضمير لحاله، بس نحن بدل ما نحطهم تحت بعض ونكتبهم كل واحد بجمله بنحط لكم اياهم كلهم مع بعض، لانه تصريف الفعل حبايب القلب كلياته واحد بالنسبه للإير جي اس. هات ein Auto يعني مثلا hat ein Auto يعني هو لديه سيارة وهو يملك سيارة. Sie hat ein Auto هي تملك سيارة. Es hat ein Auto هو لديه أو هي لديه سيارة ولكن للمحايد. Es هو أو هي للمحايد. Wir haben ein Auto. Wir haben ein Auto. نحن لدينا سيارة. نحن لدينا سيارة. Ihr habt ein Auto. Ihr habt ein Auto. Ihr أنتم لديكم سيارة أو أنتن لديكم سيارة. Sie, Plural Sie, haben ein Auto. هون كمان نفس الكلام حبايب القلب. ليش حطينا لكم مرتين زي؟ زي أول ضمير اللي هي بتجي بحرف كبير حضرتك أو حضرتكم. فيكم تقولوا حضرتك لشخص واحد. زي haben ein Auto حضرتك عندك سيارة أو حضرتك تمتلك سيارة. أو فيكم تقولوا حضرتكم عندكم سيارة أو تمتلكون سيارة. أو الزي الثانية اللي هي بتعني هم أو هن. هم أو هن لديهم سيارة. هم أو هن sie haben ein Auto. هم أو هن لديهم سيارة. طبعا هي الزي حبايب القلب مثل ما خبرناكم بالضمائر قبل دائما تنكتب بحرف كبير، كانت بأول الجملة أو بنص الجملة أو بنهاية الجملة دائما تنكتب بحرف كبير. بالنسبة للبقايا اخواتي بيكتبوا بحرف كبير فقط في اول الجملة، ما تبقى دائما حرف صغير، يعني بنص الجملة او باخر الجملة دائما الضمائر الباقية بيكتبوا بالجملة بحرف صغير اوليته طبعا اللي هو الاس. اذا ich habe ein Auto, du hast ein Auto, es hat ein Auto, wir haben ein Auto, ihr habt ein Auto, sie haben ein Auto. إذا عندكم أي سؤال بتمنى تسألوني تحت بالتعليقات. إذا في أي شيء ما عم تفهموه من درسي أو عندكم أي إشارات أو شغلات حابين تقولوا لي إياها بتقدروا تكتبوا لي إياها تحت الفيديو بالتعليقات على اليوتيوب أو على الفيسبوك إذا نشرناه إن شاء الله على الفيسبوك. إذا عندكم أي استفسار ثاني أنا جاهز. تحياتي لكم، أخوكم عبد اليسار
اليوم هذا كان درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen.